ايوه في البرلمان. وانت اتكلمت عن حكومه الكفاءات، الحكومه الاولى كان حكومه كفاءات بغض النظر انها حكومه ضعيفه، كان حكومه كفاءات. يا اخي انا داعم للحريه والتغيير، انا ما منهم. في فرق يا جماعه، المدنيين دي احنا ممكن نحاكمهم. انا المدني ممكن اجيبه بالقانون، اجيبه بدفع بالقانون بمسكه، لكن العسكري ده بغض النظر انا بقدر امسكه؟ ما بقدر امسكه. عشان كده احنا نقول دوله مواطن ودوله قانون لشنو؟ عشان كل زول يتحاسب. المدنيين غلطوا في الحكومه الاولى، الحكومه الثانيه بقت حكومه محاصصات حزبيه لشنو؟ اتفاقيه جوبا، لانه الحركات المسلحه قالوا دايرين نصيبهم في الكحكه. طيب انا ادي حركات المسلحه نصيب وانا بقوه سياسيه اقعد يعني اتفرج. انا لقيتك انسان بسيط. اول حاجه انا مفتكر تماما انه اي واحد فيكم كقوه مدنيه بيكون عنده تفكير وبيفكر خارج الصندوق ولو لوهله، يعني لولا مره واحده كنت مفتكرك بتفكر في الحاجه دي. يعني قلت الحكومه كانت حكومه بتاعت كفاءات لكن بقت حكومه بتاعت محافظات. انت طالبت بحاجه واحده، انت كشعب سوداني وحينما طلعت الى الثوره مفترض انت تعارض الحكومه دي اذا كان فيها حركات مسلحه ولا غير الحركات المسلحه. ما انت كقوه مدنيه الشعب السوداني ده فات وراك. الحاجه دي برضه ما بتتكلم فيها. اول حاجه قلت انت اللي هو جهاز الامن والمخابرات، وما ادراك ما جهاز الامن والمخابرات. جهاز الامن والمخابرات بيتبع لوزاره الداخليه، ما بيتبع لوزاره الدفاع. انت اسي كقوه مدنيه كل كلامك انه الدعم السريع ده منكم وفيكم. الدعم السريع ده احنا كقوات مسلحه سودانيه ما نشاء. انا بتكلم لك كقوات مسلحه سودانيه. انت ليه بتنسب القوات المسلحه السودانيه دي للحزب بتاع المؤتمر الوطني؟ ما القوات المسلحه السودانيه دي ما جت في 89 ولا حتى جت في 1948 حينما دخلت الحركه الاسلاميه السودانيه عن طريق صادق عبد الماجد. ما دخلت في الزمن ده عشان ما تجي تتكلم لي في الكلام ده. اهم من ذلك انك انت سمحت بتمدد ميليشيا الدعم السريع. انت سمحت بتمدد ميليشيا الدعم السريع. جهاز الامن والمخابرات فيه هيئه العمليات ما يتحلت بمرسوم من رئيس مجلس السياده، لا يتحرك عن طريق الشرعيه الثوريه. اذا كان عارف الكلام ده عارفه ولا ما عارفه؟ انت ليه عطلت بعض القوانين الموجوده وخليت بعض القوانين؟ ما انت قلت كل القوانين بتاعت الانقاذ دي ما دايره، القوانين بتاعت الكيدان دي انت قلت كلها ما دايره. انت لما الثوره من ضمن الشعارات بتاعت الثوره العسكر للسكنات والجنجويد ينحل يعني. فانت هنا سقطت سقوط مدوي كقوه مدنيه، انك انت العسكر ده ما فات السكنات والجنجويد ما تحل يعني. انت سقطت هنا سقوط مدوي. الغى الاداب العامه للقانون الجنائي السوداني لسنه 1991 المعدل ل 2005. الغاها القوى المدنيه ولا الغتها المؤسسه العسكريه؟ ما دورين الكلام ده، تفهم الناس الكلام ده، الناس الموجودين الكلام ده. انت الان كلامك ده ذاته فيه عدم احترام. بتقول انا الان عارف معلومات الشعب السوداني ما عارفها. ليه انت ما ملكت المعلومات دي للشعب السوداني؟ هل انت عندك فتره محدده داير تجي تتاجر بها بالمعلومات اللي انت بتملكها دي؟ داير تجي تتاجر بها متاجره يعني؟ انت شغال عمليه بتاعت متاجره سياسيه؟ ما هو انت لو بتتكلم انت مفتكر نفسك بتتكلم مع زول مراهق سياسيا، انت بتكون كذاب، فهمت؟ انت بتكون واهم. فعشان كده رد في الكلام اللي انا قلته ده. ما عندك رد للكلام اللي انا قلته ده، نمشي للاستاذ المبجل عشان ما يجي. تفضل. كويس لك دقيقه. اول شيء يا سيد حسن جالي في معلومه، جهاز الامن ما تابع وزاره الداخليه، الاستاذ الصحفي عشان ما يدعي. جهاز الامن تابع رئاسه الجمهوريه اول شيء، كويس؟ تابع مدير الامن تابع رئاسه الجمهوريه، كويس؟ وثاني حاجه يا سيد المجلس التشريعي، اول حاجه برضه هيئه العمليات حلاها المجلس العسكري. القرارات الثوريه الحريه التغيير ما عملوا قرارات ثوريه، القرارات الثوريه دي بتمسك انت ثاني يوم طوالي، هم جو بعد 4 شهور. كيف يكون قرارات ثوريه؟ هم زادوا قالوا احنا نعمل قرارات ثوريه لانه القرارات الثوريه بتكون فيها قرارات ظالمه، احنا طالما جينا بالقانون نعمل قرارات ثوريه، لكن هذه العمليات حلوها الدعم السريع وحلوها الجيش، دي معروفه كان في فترته. ثالث حاجه المجلس التشريعي اللي ما تكون، المجلس التشريعي ما تكون لانه الحركات المسلحه كانوا مطالبهم انه ما يتكون المجلس التشريعي الا ما هم عملوا السلام، قالوا اتفاقهم مع وقعوا اتفاقيه مع حريه التغيير في اديس ابابا انه المجلس التشريعي للحكام الولايات يتم تعيينهم، فاتفقوا على كده. لكن كان في مشاكل في الولايات وكده، كانوا ماسكينها ضباط تابعين للجيش، فكان قالوا لا نجيب المدنيين، الولايات كان فيها مشاكل مدنيه وخبز وما عارف مشاكل الخدمات، قاموا عينوا مدنيين ولا تابعين لحريه التغيير. لكن مجلس التشريعي ابدا يتم تكوينه، قال حتى يتم اتفاق سلام جوبا. مناسبه سلام جوبا دي كانت فيها اشكاليات كبيره جدا جدا، في من المدنيين كانوا ما دايرينها لانه كان في اشكاليات. اقول لك عديل كده، عشان كده حاسس دائما في عداء بين الحركات المسلحه والمدنيين، كويس؟ لانه كويس يا اخي اسمع، والله سبحان الله، والله انا لقيتك زي ما قلت لك. والله انا كل ما اتصور انك انت انسان ضعيف، انت بتثبت لي انك انت اضعف من ضعيف. افهم كلامي ده؟ اقول لك بتثبت لي انك انت اضعف من ضعيف. انت قلت جهاز الامن تابع لرئاسه الجمهوريه، ضعيف منه؟ دائما رئاسه الجمهوريه. اول حاجه رئاسه الجمهوريه دي وزارة السؤال الفرق بين القائد العام للقوات المسلحه والقائد الاعلى، الفرق شنو بينهم؟ دقيقه دارك تذكر لي الحاجه دي، انا دارك تذكر لي الحاجه دي، اذكر لي القرار اللي تم في بس افتح المايك اذكر الحاجه دي، اذكر لي القرار اللي تم فيه حل هيئه العمليات، اذكر لي القرار اللي تم فيه حل هيئه العمليات، اذكر القرار ده، اذكر القرار. ما عندي في الميديا قاعد القرار طلع انه هيئه العمليات انه تحل القرار تم فيه حل هيئه العمليات، طلع من المجلس العسكري اللي تم فيه حل هيئه العمليات. هيئه العمليات دي ادوهم خيارات انه يا اما ينضموا للجيش او للدعم السريع او يتم تسريحهم، في جزء منهم قالوا ما دايرين الدعم السريع للجيش. الاصل انت بالنسبه لك دقيقه، انت بالنسبه لك كقوه مدنيه الاصل هو الدعم السريع ولا هيئه العمليات؟ انت بالنسبه لك كقوه مدنيه انا ما ادري الاصل عندهم القوات المسلحه، قلت لك انا عندي بس يكون للجيش، ده الاصل عندنا. العمليات الدعم السريع ما دايره. انا كلمت عن الاستاذ المبجل عشان ما يجي ونرجع لك. لقيتك زول مسكين، لقيتك زول ضيف. اتفضل يا عائشه المجد، تفضل يا استاذه. حبابك يا استاذ، حباب اخونا محمد وديدي، حباب الكارم.
تفضل استاذ اهلا عشر. وسهلا بكم كلكم. انا ما اعرف الصوت ده سلك ولا عم ولا شنو، ما اعرف. هو هيسلك، انا كتبت مؤتمرات لسلك في الحقيقه زمان، فبعدين الصوت بيتشابه. كان سلك خلاص من هيك. انا ما سيدي ما سيدي ولا شيء. ما يا جيش حمدك ما فرقت يعني، حتى لو ما سلك انت بتمثل هنا سلك بالمناسبه. لا والله ما امثلهم، انا مؤيدهم بس. طيب انا مؤيد الجيش ده، بمثل اي عسكري في الدنيا، بمثل اي مواطن بسيط داعم الجيش ده يعني. فاحنا بنمثل اللي بنحبهم واللي بنشبههم وشايفين طريقتهم صحيحه يعني. فده ما موضوعنا. اول حاجه يا حسن جالي، انا شايفاك اشتغلت مع زول ده زي الاستاذ والتلميذ، انتوا جايين تتناقشوا ولا جايين تقول له اذكر لي القرار؟ حسن هوي لانه بديهي كده ما حيكون حافظ لك القرار يعني، ما بتكون الرفعه السياسيه بتاعته وصلت لدرجه انه يكون حافظ لك قرار حل هيئه العمليات وكده. ربما هم ديل الناس اللي هسه دقوا تلوكه بعد حرب 15 ابريل. على العموم ادار اقولوا في الحاجه دي، لو ابو سمره سمح لي ومحمد سليمان وكذا شباب، هسه انا داير اتكلم عنه. حقوا انتوا تحولوا المنصه دي تلقائيا لزيارات وللتفاوض اللي حصل ولرفض الجيش مثلا او الحكومه للتفاوض في جنيف ورفضها ووقوفها على مبدا جده وزياره الرئيس لبكين اللي هي الصين. دي الحاجات اللي انا شايفاها مهمه انكم تتكلموا عنها. هسه دايرين تتكلموا عن القديم. الزول ده اول حاجه قولوها له، قولوا انتوا قعدتوا 4 سنه هاي سينك او 3 سنه او كده، انتوا ليه ما كونتوا مجلس شعب او برلمان؟ ليه ما كونتوا؟ كنتوا خايفين انكم ما تكونوا برلمان لانه اصلا ما عندكم مقاعد وما عندكم زول دايركم. انتوا كنتوا بحساب اليد 1 2 3 4 5 مقسمين ناسكم، ما عندكم ارضيه ولا عندكم جمهور، ولا الليله دي ما عندكم جمهور. الليله الجيش ده او الحكومه الحاليه لو جدكم كرت بتاع تفويض قالوا لكم احكموا، ما حتلاقوا كرسي واحد، اللي حتلاقوهم ناسكم يعني ناسكم، وحيكونوا 6 7 أنفار زي ما كانت في زمان. لما قبل شويه حسن جالي سالك قال لك، قلت له الحكومه كانت حكومه كفاءات الاولى. اسالك سؤال واي زول هنا ممكن يجاوب لي، هل حكومه الكفاءات دي كانت ياها اسماء وزاره الخارجيه اللي كانت لايسه زي اللي هنا بيضاروا فيها من الباب لشباك من ماكرون جاري زي الغنمايه داخله بكده ومارقه بكده؟ دي حكومه الكفاءات؟ ما تقول لي دي حاجه شخصيه، نو واي. دي اصل الدبلوماسيه. هي زوله وزيره خارجيه وجيتوا قدمتوها لنا كده على كفوف الراحه وقلت لنا دي زوله ان احنا دايرينها وزيره خارجيه، طلعت زوله يحاحوا فيها من الحته للحته يدخلوها. دي اسماء، دي وزيره خارجيتكم اللي قدمتوها لنا ككفاءات. اوكي. والعينه كثيره. ياسر مش ياسر عفوا، سلك ده ذاته لما حرف في القياده وقال والله العظيم نحن ما نشارك في الحكومه دي، والله نحن كرسي ما دايرينه، لفه بجاي ده دخل الغصر. حكايه انكم انتوا يعني تتهربوا من المصير ده وتقولوا القصه دي كلها فيها الجيش ودي مساكل، ابدا. انتوا من الاول، انا اول من سماكم انكم انتوا الحليف السياسي للدعم السريع والجناح السياسي للدعم السريع، والكلام ده قبل 2 سنين يهو لما دخلتوني فيه المحتغل ده. المهم جينا للحكومه الثانيه اللي ارجيتوها اللي فيها احبابنا اهل السلام بتاع جوبا، برضو جيتوا جبتوهم بمزاجكم وبودكم. كان ممكن تطلعوا وتقولوا للشعب، وقتها كان عندكم شعبيه طبعا، تقولوا للشعب يا ناس الجياشه ديل او كذا وكذا جبرونا ودي الحكومه حقتنا ونحن ما دايرين نفصل من العسكر. كان الناس احترموكم. ما في زول بيحترمكم لانكم انتوا لا وقفتوا لا احتفظتوا بالثوريه ولا احتفظتوا بالولادات الماتوا ديل، ولا كان عندكم اساسا قيمه تدقوا عليها. ثالث حاجه وصلتونا الحرب. ما تقول لي الحرب دي يا جيش نحن ما سبب فيها، الحرب دي انتوا كنتوا مش سبب فيها، انتوا تشيتوا نار كده وخليتوها بقت. وقبل شويه قلت للناس في حاجات ما عارفينها يا زول، ما في حاجه اسمها نحن اي شيء عارفينه، اي شيء عارفينه. رفعوه من بيته على كده دي ساكت نحن عارفينه، عرفت؟ الشالوا بشنو ذاك ولقوا نحن عارفين اي شيء نحن عارفينه. فانتوا قلتوا هديل خطيتوها علينا، قلتوا يا الاطاري يا الحرب. وانا حضرت المؤتمر ده ودسه مع ضاني ما في زول قال لي، براكم جيتوا بعد شويه تاولوا فيها قلتوا نحن قاصدين لو ما وصلتوا حل الاطاري حتوصلوا لحل الحرب، وده ما كان رايكم. انا سمعت بها بكر ده بخشمه، وحضرت واحد من زملائنا عندكم انا دارس اسمه لانه زميل ايضا قال يا الاطاري يا الحرب. حددتونا عديل قبل الحرب مسكتوا حميتي ده اللجنه الاقتصاديه الراعي ده بيعرف شنو؟ راعي تاجر الحمير ده بيعرف شنو؟ ما تقول لي وديناه لمجلس السياده ابدا، لا عرضتوا على الجيش ولا عرضتوا على غيره ولا طالبتوا كنتوا دايرين عسكري يمسك لنا اللجنه الامنيه، بل بالعكس ماشي حميتي ده بيكرعين والكلام ده ذكروا حمدوك حميتي في مره من المرات قال لكم جيتوا بركتوا لي، واللي غاده مشهور وموجود
قال لكم جيتوا بركتوا لي يا قحاطه فيك رعاي ديل. وطلع محمد الفكيده وقال شنو بعد ذاك اتشكلت ما بقعد معاه الرصيد السياسي. الكلام الموهوم اللي قلتوه ده. انتوا جبتوا لنا راعي حمير رئيس لجنه اقتصاديه، انتوا اتضامنتوا ضد الشعب وخنتوه والولادات وخنتوا دم الشهداء. زمان كنتوا بتقولوا الجنجويد تنحل سكتوا، قروش حمتي عمتكم. ما تقول لي لا، الكلام ده اي زول عارفه. لا جبتوا حق شهيد، لا جبتوا حق مقتول، لا جبتوا ده ولا جبتوا ده، سكتوا وقعدتوا في الكراسي. حقوا الحقائق اللي بتكون حقائق دي الناس ما تطاريها، ما بقت وما في ليفل نحن ممكن نحصله غير ليفل الحرب ده. اخر حاجه ممكن نصلها وصلناها. سوقتونا جاز وقت العمى، وصلتونا لحد الحرب، سلموكم بلد كويسه، سلموكم بلد قويه، سلموكم بلد دولار كان 63. ايسنك كان ماسكو جابر اول ما سقطوا او سقطت الانقاذ كان ماسكو جابر 63. وصلتوا الدولار ده قلبتوه كده 360 درجه. سلموكم الدنيا بخير بشتنتوها. يستكتر علينا حمدوك قال من ما ممكن تمشي تشرب شاي من الثوره لحد الصحافه. لملمتوا مننا يا يابس ركتونا، قلتوا جنيها القومه للسودان نقطونا من عيوننا، مرقتوا مننا قروش غشيتونا. احيانا احنا عاد كنا كده عاد غشيتونا، وانا بتكلم غشيتونا طبعا ما انا عشان ما غشيتوا الشعب كله انا منهم. ومشيتوا القريشات دي وديتوها نحن ما عندنا بها علاقه، دفعتوها في حاجه نحن ما ارتكبناها. المدمره كول شلتوا القريشات من الشعب السوداني وديتوها المدمره كول في صمت خشمنا. انتوا تعال ناقشني جيش لجيش، قول لي يا اخي نحن عملنا 1 2 3 4 عملناه في السنين اللي مسكناه. انا بقول لك عمس عملتوا كذا، ما تقول لي رفعنا قائمه الارهاب كذب، ما تقول لي حلينا شلتوا قريشات من الشعب السوداني ده ومشيتوا وديتوه للمدمره كل نحن لا شفنا منها ازلها ازيناها العداله دفعتوا لها دم الشعب مشيتوا وديتوا لها. انت يا جيش حمدوك اي حاجه كعبه عملتوها في النهايه دفرتونا دفر، خطيتونا في الجحيم ده. اتضامنتوا مع حميدتي وعملتوها محبه وود ودخله ومرقه والرئيس وشفنا. يا اخي عندكم واحد كان مقبوض مشى حل عبد الرحيم ده من القسم الشمالي ودفع الشيك 20 مليار. دي عارفه ولا بتنكرها؟ ما عندكم اسم كبير كان في واحده من الحاجات الكبيره. انا ما داير اسقطك هنا بس تاريخيا، عندكم اسم كبير من ناس لجنه التمكين ديل ما مشى حلاو عبد الرحيم من القسم الشمالي ودفع الشيك. يضمنكم عبد الرحيم ليه يتواصل لو ما يكون شركاء يعني. عليه انا عشان اختم كلامي ده داير اقول لك انتوا ما عملتوا حاجه كويسه، بس انتوا اصلا ما عملتوا حاجه، انتوا جيتوا دمرتونا واهنتونا، واخر حاجه ختمتوا بها حياتكم دي عملتوا الحرب ده وخليتونا لاجئين ونازحين. عندكم جرد حساب. انا شايفه انكم تعتذروا للشعب السوداني ده وتعملوا جرد حساب وتجوا تقولوا لنا والله نحن اسفين، نحن بس عيال شفع في السياسه دي درجه ثالثه ونحن سنه اولى سياسه ونحن والله ما بنفهم يا اخي، واداره الحكم دي دايره ليها رجال ونحن ناشطين ما رجال دوله. فنحن بنقدم اعتذارنا ده للشعب السوداني ونقدم اعتذارنا ده للناس شردوا بسبب سياساتنا ولا تشردوا بسبب وجعنا وبالالم اللي انتم حاليا فيه. ما عندكم اي حاجه تقولوها غير كده. شباب شكرا كتر خيركم.